قال هذه أسئلة من بعض إخواننا. السؤال الأول: أخ وجد عملا في الإمارات في بلاد المسلمين، ولكن شغله محاسب في محلات الحلاقة، فما حكم عمله فيها؟ محلات الحلاقة تختلف، فمنها ما هي خاصة بحلاقة الرؤوس، الحلاقة الشرعية، ليست هذه الحلاقة التي فيها تقليد الكفار. وهكذا أيضا قد يكون حلاقة إبط، فهذه حلاقة ما فيها شيء إذا كان محاسبا في مثل هذه المحلات لحلق الرأس، الحلاقة المشروعة، وهكذا لحلق الإبط، فهذا ما فيه شيء. وأما إن كان يشتغل في محلات حلاقة اللحاء ويخلطون عملا صالحا وآخر سيئة، فتكون حلاقة شعور مباحة وحلاقة شعور محرمة، فهذا ما أنصحك أن تشتغل فيه، لا محاسب ولا غير محاسب. انظر لك عملا غير هذا العمل أبر لك عند الله. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذه قاعدة في هذه الآية، فيما يتعاون فيه وما لا يتعاون فيه، فما كان من أبواب البر يتعاون فيه، وما كان ليس من أبواب البر يجب اجتناب التعاون فيه. فلا تتعاون معهم في هذا العمل، تكون محاسبا وإن لم تباشر العمل، لكنك محاسب في هذا الموضع الذي أمواله من هذه الجهات، من عمل لا يجوز، اعتداء على اللحية، فهذا حرام لا يجوز. أو يكون في محل يكون فيه عمل آخر من حلق الشعور كالنمص للنساء، يكون هناك امرأة في جانب وجناح آخر في نفس المحل الكبير هذا تعمل في حلق الشعور لكن في النمص، هذا كذلك لا يجوز العمل فيه، لا محاسب ولا غير محاسب. انظر لك عملا غير هذا العمل.